بقول لك يا صاحبي، احنا المره اتكلمنا قبل كده ان في افلام وفي ممثلين ومخرجين ومؤلفين هنا يقدروا يغطوا على اي حد حتى لو شغال في هوليوود نفسها. صح ولا لا؟ المره دي انا جاي اثبت لك دوت. شويه مشاهد، هي مش بس مشاهد عاديه، هي مشاهد تستحق اوسكار. بس في نقطه هنتكلم فيها بعدين جوه. بقول لك ايه، خد لك لقطه. لقطة. أيوة زميلي خد لك لقطة لقطة طفرة في جيلي. أيوة أنا فلتة لقطة. أيوة زميلي خد لك لقطة في الحلقة. أيوة فاكك أنا الشفرة. وزي ما كنت بقول لك يا صاحبي، في ممثلين ومؤلفين ومخرجين يقدروا يغطوا على اي حد حتى لو كان في هوليوود نفسها. الفكره كلها في الدماغ، في الصرف. وده اللي للاسف مش موجود. موضوع الحلقه ديت عن مشاهد تستحق اوسكار. وبرضو انا شايف ان الموضوع دوت لو انا لوحدي فيه مش هيبقى الطف حاجه. بقول لك ايه، في مفاجاه. ابيسو انت بتنادي على جاز؟ حبيبي أجو. حبيبي. عايزين نشوف المشهد. عايزين اه اهلا وسهلا. صح نورني صح. حبيبي، ايه ربنا الاخبار؟ يخليك. اول الحمد لله عملنا بخير. الحمد لله حلقه قبل كده مروان حامد. الحمد لله تمام. كانت حلقه كويسه جدا. الحمد لله. لعب في الاهلي. لا ده كان قلنا بقى اللي هو كان نورمال الحمد لله عدت على خير والناس انبسطت منها. الحمد لله. فقررنا باذن الله ان احنا نعمل لكم تجربه تانية. ان شاء الله مش هتبقى الاخيره. حلقه النهارده تتكلم عن مشاهد مصريه تستحق الاوسكار. بص، هي فكره الاوسكار عامه ظالمه جدا لفئات تانية. يعني مثلا هي في الغالب ما بيطلعش بره هوليوود، وده غير ان اللي بره ليها جايزه خاصه اللي هي بالظبط. جايزه ما تبقاش اوسكار، بتبقى جايزه تانية كده، أها. فاهمني؟ فدي دايما بتبقى حصر نفسها. يعني هوليوود مثلا السنه دي مترشح فيها مثلا 50 فيلم، تمام. هتلاقي مثلا الجائزه التانيه دي مترشح فيها فوق 400 فيلم من كل دول العالم. كل دول العالم. فاهمني؟ مهم. فدي دايما بتبقى ظالمه. وما اعتقدش ان مثلا ان الفتره الاخيره كمان، يعني احنا هنتكلموا في معظم الحاجات اللي هنتكلموا عنها النهارده مهم. فتره قديمه نوعا ما. تمام. انما معظم الحاجات الجديده في كذا سينما بدأوا يظهروا في الساعه بشكل قوي. مهم. الكوري، الهندي بدأ يظهر بشكل قوي جدا. مهم. فاهمني؟ فبقى في ظلم لحاجات قديمه جدا، يعني تمام. حاجات قديمه مظلومه جدا في حوار الاوسكار. انا معاك في دوت جدا. هي الاوسكار بالنسبه لنا هي مش هي المقياس، بس خلينا نقول هي الحاجه الاشهر في عالم السينما او الحاجه الاشهر في المجال ده عموما. فبنقيم النجاح عليها. هو ده مش صح، بس احنا خلاص احنا اوريدي في الزون ديت فبنتكلم عليه. هي مجرد هنديكوا نبذه عن مشهد قيم كان يستاهل ياخد جايزه بغض النظر عن الاوسكار. جدا. كان يستاهل ياخد جايزه. احنا النهارده هنتكلموا عن مشهد غير اللي احنا كنا ممكن في حلقه تانية نتكلم عن ممثل يستاهل او دور يستاهل اوسكار. بقول لك ودي ايه، برضو ظالمه، لان ليوناردو دي كابريو قعد فتره كبيره جدا عشان ياخد اوسكار. دي شكليات مالناش دعوه بليوناردو. احنا دلوقتي خلينا في ايه، في الناس بتاعتنا. اه تمام، مع احترامنا للاستاذ ليوناردو. عشان تمام. ما يزعلش، بس عشان لا صديقي هو برضه. لو هيزعل برضه صديقك. ايه طب بالنسبه للي احمد مكي عمله فيه في الكبير، ليوناردو دي كابريو بقى أس. Why you talk with me like this? Why you hate me from your heart? بس برضه صديقي، ما انا بتكلم على اسس اصلا شويه. تمام. يا ساتر يا رب. طيب احنا نروح لاول فيلم. ايوه. اول فيلم هو اخراج شريف عرفة، وتاليف وحيد حامد، وبطوله عادل امام. انا هنا مش هاخدك لعادل امام، هو الفيلم اللي انا اقصده لان في الثلاثيه ديت شويه حاجات كتير. جامده قوي. بس هنتكلم عن الارهاب والكباب. وبرده مش هكلمك عن عادل امام، انا هكلمك هنا عن احمد راتب. من اقوى مشاهد احمد راتب في تاريخه، دي حقيقه. وتقريبا ده كان اقوى مشهد في الفيلم. دي حقيقه. عادل امام نفسه اثنى عليه بان هو يستحق الاوسكار. يعني عادل امام طلع في تصريح قبل كده بلسانه بيقول ان احمد راتب في الفيلم ده او في المشهد ده او في المونولوج دوت يستحق جائزه اوسكار للاداء. مونولوج مكتوب حلو جدا. الاداء بتاع المونولوج يعني بجد. عارف انت لو انا مش ناقص حاجه، انا اللحظه كده فصلت ان ده احمد راتب، ده مش احمد راتب اللي قدامي، مش ده الممثل. مشهد بصراحه قوي جدا جدا. فيعني من المشاهد اللي مظلومه ومن المشاهد اللي مش واخده حقها، اللي هي ايه، مظلومه اعلاميا جدا. والله عارف، في حاجات كده بتتعرض عندنا في تاريخنا اللي هو يا جدعان هي الناس دي ما ترجعش تاني باي شكل من الاشكال، ونلاقي الفيلم ده بجوده شبه بتاعت دلوقتي. الناس دي كانت بتطلع كده والصوره قدامك هي مش احسن حاجه، لان انت بتقارنها بالصوره بتاعت دلوقتي. اللي هو قدام كمان شويه هتلاقي ان الصوره بتاعت قدام هتبقى احسن من دلوقتي، وده الطبيعي بتاع الدنيا. طبيعي. فاهم؟ بس اللي هو انت للحظه كده، طب المجموعه ديت كده لو كان الفيلم بتاع الارهاب والكباب اتعمل دلوقتي
لا فيلم الناتج بتاعه بصراحه هيبقى ايه؟ شويه نجوم كتير جدا، يعني في نجوم كتيره جدا وكلهم كل واحد فيهم ايقوني في السينما. بالظبط يعني هو حتى كل واحد فيهم عمل كارير فيهم. اللي كان لسه بيبدا وسط النجوم دي كلها كان الله يرحمه علاء ولي الدين، وكان عامل دور خرافي. لا. حتى من باب الكوميديا هو عامل دور عالي جدا. وكان اشرف عبد الباقي لسه بيبدا في وقتها، كان عامل دور العسكري. اشرف عبد الباقي، احمد راتب، يسرا. ناس كتير جدا، ناس كتير. نعم سلوسه اسمع يا ابني. في لا هنذكر كتير قوي 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 فهو المشهد ده بصراحه يستاهل الاوسكار يعني. جدا. طبعا عارف في المشهد برضو بتاع فيلم اسف على الازعاج. هو الفيلم بصراحه في مشهدين يستاهلوا اوسكار، بس من وجهه نظري انا المشهد الاعلى فيهم اللي هو المشهد بتاع مواجهه ابوه وامه، اللي هي بتقول ابوك مات فاسكتي. المشهد ده برضو المونولوج بتاع صدمه ابوه. ده والتاني ما اكتشف ان ساره برضو مش موجوده، وهو كان قاعد هو ومامته في الاوضه، وبرضو كانت حضناه من ظهره، اللحظه اللي تقبل فيها ان هو خلاص مريض، ان مفيش ساره ومفيش ابوه. وبيقلب في الصور فما لقاش صورها. فدي كانت لحظه برضو انا انا معاك. اللقطتين دولت او المشهدين دولت بصراحه يعني حاجه كانوا خرافه من احمد حلمي. خلينا متفقين ان احمد حلمي هو نجم العمل، ويمكن انا في رايي الشخصي ان اسف على الازعاج دوت هو احسن ما قدم احمد حلمي كاداء فردي. بالظبط. حتى لو على المستوى الجماعي كل اللي في الفيلم وكتابه الفيلم نفسها، الفيلم مكتوب بيناقش مرض معين هو موجود ولا غلطه اخراجيه. حتى مناقشه المرض، الفيلم للمرض نفسه. فاهم حاجه؟ ايوه فاهم. بص انا الفكره بقول لك ليه اداء فردي لاحمد حلمي. لان مثلا في فيلم زي عسل اسود متكامل اكتر من اسف على الازعاج، بس كاداء احمد حلمي لا، في اسف على الازعاج اعلى بكتير. اسف على الازعاج هو انا شايف الثانيه بصراحه. انا شايف ان فيلم عسل اسود سوري اسف على الازعاج متكامل اكتر من عسل اسود. متكامل كممثلين بصراحه. يعني عسل اسود كنت تحس ان كل ممثل في مكانه. انما انت لو جيت بصيت مثلا لاسف على الازعاج مفيش غير دلال عبد العزيز الله يرحمه، دلال عبد العزيز الله يرحمه، محمود حميده. طيب منة شلبي. الفيلم ما هو اللي في الفيلم. ما هو الفيلم بقول لك، انما لو جيت بصيت مثلا على عسل اسود لا في هتلاقي نعم سلوسه، في ادوارد، في ناس كتير. ماشي. ده متكامل اكتر من حيث الادوار بس مكمله بعضها. في هنا مشهد انا شايفه اعلى من كل دول صراحه. في مشهد كان لمحمد شرف في القهوه. لا ده المونولوج بتاعه، المشهد دوت جامد قوي. المونولوج ده نفسه وطريقه اداء محمد شرف الله يرحمه، وكان في اواخر ايامه بس. بص انا شايف ان المشهد دوت من اعلى مشاهد الفيلم. ده غير ان لون محمد شرف على قد ما هو كان تقريبا طلع مشهدين 3، ولكن دي من الادوار اللي تستحق اوسكار. دي حقيقه بصراحه. لان اقول لك على حاجه، انت وصفت لي الحياه، هي دي برضو ترجع لشطاره مؤلف، بس برضو لابداع وتنفيذ ممثل. هو ان انت شرحت لي الحياه ماشيه ازاي في سننا احنا، في شبابنا احنا، باقل عدد من الكلمات، باقصى تعبير. في مشهدين هو عمل ملخص لحياته. يعني في مشهدين مش حياته بس، هو وصف حياه مرحله كامله. لا انا بتكلم على دور محمد شرف. هو كدور نفسه عمل ملخص لحياته، عمله لي في مشهدين. فاهمني؟ فمشهد المونولوج بتاع القطر دوت ده برضه في حته ثانيه. نيجي لحاجه كمان، هو بالنسبه لي انا من اعمام الشغلانه، يعني من اعمام الشغلانه البابا بتاع الحته ديت، وريسك ان انت تروح تلعب للدور دوت هو حاجه جامده قوي. انا بتكلم هنا عن يحيى الفخراني والنوس. اتكلم مع سيدك بادم والله اقطع لسانك. مسلسل ونوس مسلسل من المسلسلات اللي انا حرفيا ما بميلش منها. يعني كل ما تتفرج عليه تقدر تعيده تاني والتالت والرابع من غير ما تزهق. انا معاك. غير استاذ طبعا يحيى الفخراني، استاذ نبيل الحلفاوي برضه الله يرحمه، كان عامل مع ثنائيه جباره. بس بالنسبه لي انا عايش حاجه اسمها الفخراني. بس خلي بالك برضه في نقطه، تمام؟ افكرك انا في حاجه اهوت، والله هو مش عارف ان انا اقول كده دلوقتي، بس يعني افكرك في حاجه. التزامن بتاع عرض والنوس كان مع لوسيفر. انت من الناس اللي كنت مشدوده للوسيفر جدا، مش هننكر دوت، وهو مسلسل حلو، فاهم؟ بس على النقيض كنت انا اتفرجت على ونوس قبلك، فانا شايف ان في شيطان ماسك بلالين واقف وانت مخوفني. اللي هو طب انت بتتكلم على كاريزماتيك هنا، بتتكلم على كاريزماتيك في حته ثانيه هنا خالص. فاللي هو ايه انت؟ طب ما هو ده شيطان وده شيطان. بص ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ ان ونوس بيناقش اكتر فكره ان هو بيوسوس والكلام ده، اللي هو عايز دايما يوقعك في الخط، عايز يغويك. فكره لوسيفر حاجه ثانيه خالص، ان هو شيطان زاهد مش عايز حاجه، فهو مش طالع الارض، مش نازل الارض عشان يوسوس. تمام طبعا كلها لحد ما نرجع بيها. تمام مالناش دعوه بيها. بس هو فكره لوسيفر كله اللي هو
كانش حابب الحياه في الجحيم، فطلع على الارض اللي هو عايش حياته، مش موسوس ولا بيقول ده اعمل شر ولا اعمل خير، بس هو عايش بدماغه، عايش عشان يتبسط. انا فاهم. فدي فكره ودي فكره ثانيه خالص. يعني من اقوى 3 المشاهد او الادوار الشياطين اللي اتعملت شفتهم حرفيا سواء في هوليوود او هنا. كان لوسيفر، كان ونوس، شهاب قراني، وكان طارق لطفي في جزيره غمام. كل واحد ما بصيت اللي انت جبت مشهد من هنا ومن هنا ومن هنا، هتلاقي ان كل واحد واخد الدور في سكه ثانيه نهائي. طيب خليني اقول لك على حاجه قبل ما نروح ونشوفوا المشهد اللي بنتكلم عليه في ونوس اللي يستحق حرفيا ان هو يبقى اوسكار. هو مونولوج متكامل تمام، بس انت قلت لوسيفر، يحيى الفخراني ونوس، طارق لطفي في جزيره غمام. برضو مع احترامي ان كان في مرجع او كان في هنا نقطه اعرف ارجع لها. محمود المليجي عمل دور الشيطان في فيلم قديم هو زكي رستم بشكل خرافي، فاهم؟ لدرجه اللي هو انت لو شفت الفيلم انت ايه مرجعيتك ان انت تلعب لي الدور ده كده، فاهم؟ بص خلي بالك الموضوع ممكن يكون كل ما بيقدم، يعني كل ما الموضوع بيحدث كل ما يكون اصعب. ان انا مثلا دلوقتي لو ممثل وحبيت اعمل دور شيطان، ففي خلاص انا شايف قدامي 3 عملوا، انا عايز ابعد عن دول، فلازم ابعد خالص. فاهمني؟ فالموضوع الاول يعني مثلا كان عامله عادل امام برضو في الانس والجن، بس ما كانش كان عفريت، كان الانس والجن. تعويذه ولا الانس والجن؟ تعويذه كان محمود ياسين. الانس والجن فاهمني؟ فكان عامل دور شيطان، فهو كان مديه دور الشيطان اللي هو اللي بيبرق اللي بيخوف بالظبط، كان واخد الرساله ده. فمحدش عاتب عليه ساعتها ليه؟ لانه ما كانش ظهر قبليه ده، يعني ما كانش منتشر، ما كانش فيه الكاريزما ديت في العفريت كده. بعد كده ما حدش عمل نفس الطريقه اللي عمل بيها عادل امام بالظبط. ليه؟ انها اتعملت. فدي الفكره ان انا مثلا كل ما الدور يتعمل اكتر كل ما يبقى يصعب على الممثل هو يعمله. فاهمني؟ حتى ادوار الشر تلاقيها اللي بيعلم على الناس صعب، فبيبقى صعب قوي اللي هو يلعب حاجه جديده. بس هي دي الفكره. بس احنا لو اخدنا في سكه الادوار احنا هنروح ومش هنيجي، وبرده في حاجات مصريه يعني هتقول لي ادوار شر اقول لك عادل ادهم، ومفيش حد يلعب كوميديا في شر غير عادل ادهم بالنسبه لي، فاهم؟ فهنروح في حته بالظبط كده. يلا بينا نشوف المشهد اللي بنتكلم عنه. انك ذكرت محمود المليجي في دور شيطان، تمام، فانا هجيبك خطوتين قدام شويه. محمود المليجي تمام، بص بغض النظر عن فيلم الارض، اللي فيلم الارض كله يستاهل اوسكار. اوكي، سواء محمود المليجي ده دور يستاهل اوسكار، فاحنا بعد عن فيلم الارض خالص. تمام، تمام، خطوتين قدام. يلا بينا. محمود المليجي واحمد زكي في اسكندريه. ده في انهي مشهد؟ المشهد اللي كان فيه بيترافع عنه او هو المحامي بتاعه، وكان احمد زكي كان عايز يخسر القضيه، فقال له انت متوقع انا اكسب؟ ما تخافش كده كده هخسر. قال له تنفيسه. تنفيسه. فده مشهد يستاهل اوسكار مستريح. دي حقيقه المشهد ده عالي قوي، المشهد ده عالي قوي. الفكره كلها في بساطه التعبير، فاهم حاجه؟ كان بيتكلم احمد زكي في المشهد دوت هو المرد بتاع المليجي، والمرد عارف انت اللي هو ايه؟ طب انا عايز اخسر القضيه، انت بتقول ايه؟ والمليجي بمنتهى البساطه بيوصف اوضاع كارثيه، فاهم؟ بس احنا عايشين. العبقريه في المشهد دوت كان اخراجي بالنسبه لي. لو تلاحظ اول المشهد كان احمد زكي كان بيتكلم بمنطق قوه جدا، صوت عالي، ومحمود المليجي كان سايبه وماشي. تمام. لما رجع تاني محمود المليجي هو كل اللي عمله اللي هو نزل احمد زكي، اللي انا بتكلم في سلبيات، ولكن السلبيات دي صوتها اعلى من اللي انت بالحق اللي انت بتقوله. فدي كانت ده تكتيك اخراجي صعب قوي. لا اخراجي بصراحه. وبرضه احنا مش هنعلي ده يوسف شاهين. ونسيت اقول لك على حاجه في ونوس. والنوس موسيقى تصويريه مع المشهد، موسيقى تصويريه او اخراج او تمثيل، الثلاثه عاملين العمل متكامل. مشهد العمل متكامل بصراحه. بالذات المشهد ده انا كل ما اتفرج عليه انا والله ما ببالغ بس جيت في الاشهر. ده اللي هو بتاع انا متغاظ. بتاع انا متغاظ، مشهد الفينال بتاع يحيى الفخراني او ونوس، يعني مشهد الفينال نهايه قصه ياقوت معاه، ياقوت خلاص مات. انا احسن منه، انت خلقني من انا مخلوق من نار. هو ده، هو خطاء، انا غلطت غلطه واحده، هو خطاء، انا الذكي، انا ازاي، كم من الغطرفه وكم من طبعا معروف ان هو كده موجود، يعني دي الحاجات اللي اتوصف بيها، فان تتأدى بالمنظر ده هي. فالمشهد متكامل لدرجه يستاهل 11 من 10 من 10. انا معاك. ده كان محمود المليجي واحمد زكي. دي كانت صناعه مصريه. بص يعني دي كانت صناعه مصريه، اللي احنا اللي شفناه ده كله دي ناس مصريين اهو. على فكره بادجت الصرف مش الواو اللي في دماغك، بس ده طلع لما كاتب بقى في مكان صح، كتب براحته، لما مخرج عرف يشتغل براحته على الورق، لما ممثل قدر ان هو يبدع وقدر ان هو يتحط في بيئه عمل كويسه قوي، طلع ده. ما بالك لو كان في
شويه فلوس كمان اتحطت زياده، الموضوع كان هيروح فين؟ فاهم حاجه؟ لان انا ابتديت احس في اخر فتره ان المنتجين احنا مش عايزين نصرف او احنا خايفين نصرف. او انا عايز اصرف على حاجه عارف ليه هتجيب لي فلوس، هتجيب فلوس تاني. بالظبط. فهو ما بقاش حرفيا يعني كان في مصطلح زمان يقول لك ايه، الفيلم دوت فيلم مهرجانات، والفيلم دوت فيلم تجاري. فيلم تجاري. فاحنا حشرنا في نقطه ان المنتج بقى عايز فيلم تجاري. يعني فالافلام اللي فيها القويه متكامله بقت قليله قوي في السينما. بس الفكره كلها ان انت عندك ده. بس قبل ما نكمل نروح للمشهد ونرجع تاني. كنا بنتكلم قبل المشهد ان مفيش دلوقتي صرف او بص خليني اقول لك انا نقطه انا شايفها بصراحه مع احترامي وهي كامل للجيل ده، بس مفيش حد عنده تقل فني زي الجيل اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني ما هو طبيعي. بص مع احترامي برضو لوجهه نظرك، ده طبيعي لان انت هات العامل بتاع الخبره برضو، لان دوت بيفرق. فاهم؟ في ناس بقى معلش. لها سنين، يعني في ناس بقى لها سنين ولكن ما عندهاش الخبره الكافيه او ما عندهاش لان ده جيل ما اشتغلش مع الجيل اللي قبليه. يعني خلينا نقول ان الجيل اللي هو التوب او الجيل اللي احنا ممكن نتكلم عنه دلوقتي مين؟ كريم عبد العزيز، عز، حلمي. ده الجيل ده نفسه اتعلم من مين؟ اتعلم من عادل امام، اتعلم من محمود عبد العزيز، من احمد زكي، واشتغلوا معاهم. أيوة. انما هات لي الجيل اللي بعد الجيل دوت، نتكلم في مين؟ في هشام ماجد وشيكو وفهمي. هم نجوم. فاهم؟ كويسين وحلوين، بس مش اللحظه. انا ما فيش لحظه عشت معاها مع الناس دي حسيت للحظه ان هو انت مين؟ مش انت الممثل اللي انا عارفه. لا، انا داخل لفيلم لاحمد فهمي، انا عارف ان ده احمد فهمي. انا داخل بضحك وبتسلى وبخرج مبسوط وبعمل كل حاجه، بس ما وصلنيش لدرجه من الاشباع الفني اللي هو انت مين. انا كنت بتفرج على الحاجات القديمه ديت او المشاهد اللي احنا قلنا عليها انا بنبهر. بالظبط. هو انا دلوقتي ممكن اتفرج على فيلم يطلع حلو وعاجبني كل حاجه بس انا مش منبهر بالموضوع. تمام. بس خلي بالك انا شايف ان في الجيل الموجود حاليا او اللي لسه طالع حاليا الناس هتعدي الجيلين دول بكتير. يعني معاك، انا مش عايز ادي امثله كتير، بس يعني خد عندك احمد غزي وخد عندك طه دسوقي. لا وبرده ما تنساش عصام عمر برده. بص انا معاك، بس هي النقطه في ايه؟ ان الامثله كتير والجيل اللي طالع هو واعد جدا ومبشر جدا، بس يا رب ما يحصلش ان اللي هو الجانب بتاع اللي هو لا احنا هنشتغل افلام لوحدنا. لان انت في وقت من الاوقات انت بتحتاج خبره، انت بتحتاج ان انت يبقى معاك نجم تقيل يدي لك قيمه للعمل. مش شرط ان هو بيقلل من قيمتك الفنيه، بس لا، بيدي للعمل قيمته. انت بتتعلم منه في لوكيشن. فاهمني؟ فده اللي هيفرق معاك، ده اللي لما حصلش فرقش. فاهم؟ وبرده ما خلينا برده ندي كل حاجه حقها. في برده الفتره الاخيره ديت برده كان في مشاهد تستاهل ان هي تبقى موجوده مع التوب. في مشاهد لكريم عبد العزيز في الفيل الازرق، كان مشهد لمحمد فراج في بوي بوي بوي، ده برده كان حلو جدا. بص احنا لو هنتكلم في مشاهد وهنخش في ادوار ونقفل الموضوع، ابو اوسكار لدور شبه عبد الملك زرزور ما ياخدش اوسكار بقى. مش يلا ابو اللجنه على ابو الجايزه على كلكم. بص هي الفكره برضه زي ما قلنا في اول الحلقه ان عبد الملك زرزور مفيش مشهد فيه يستاهل اوسكار. هو الدور كامل يستاهل اوسكار، الدور كامل حاله كامله. وانا كنت شايف ان كان لازم بعد نجاح ابراهيم الابيض كان لازم يتعمل فيلم منفصل لعبد الملك زرزور. بس يعني ده كان اخر افلام محمود عبد العزيز اللي كمل اللي اتشال، الله يرحمه، الف رحمه الله عليه. اللي كمل اللي اتشال من الحاجات برضه فظيعه في محمود عبد العزيز. لا احنا كده مش هنخلص. بقول لك ايه، يلا بينا نقفل. اتمنى تكون عجبتك الحلقه صديقي، وما تنساش تقول رايك في الكومنتات انهي حلقه انهي مشهد عجبك اكتر. لو في مشهد من عندك تاني يستاهل اوسكار ممكن تكتبها في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اتفرج على الحلقات اللي جايه الحلقات اللي فاتت واتفرج على الحلقه دي تاني وتالت ورابع. عايزك تتبسط مننا، شير اعمل شير على قد ما تقدر، وهنستناك في الحلقه الجايه واتفضل خد لك لقطه.